لأيمتى بدك تضل تهرب من الجواب؟ شو عم يصير بينك وبين رانيا؟ شو عم يصير يعني؟ اللي عم يصير مثل اللي عم يصير بين اي اثنين متزوجين. ممكن تشرح لي أكثر؟ هيفا، رح نحكي مثل شاب وبنت، مثل ما تعودنا كل عمرنا نحكي. طبعا. حبيبتي، في شيء اسمه روتين. الروتين هو نفس الشخص على القهوة، نفس الشخص بالبيت وعلى الأكل وبالطلعة وبالسفر. هو نفس الحديث ونفس الموضوع ونفس الخلاف. أنا بحبها لرانيا، أنا تزوجتها لأني بحبها، أنا عايش معها لهلا لأني بحبها. بس أنا ما قدرت أحقق لها الحلم اللي كل عمرنا بنحلم فيه، إنه يكون عنا ولد. نحن حياتنا صارت استنساخ لحظات عم نعيشها، هيك الشخص بصير عم يكرر حاله يوميا بس مشان ما يعمل مشاكل. هيك ما بتستمر الحياة. أنا لازم بعد عنها، لازم أتركها لحتى تلاقي الشخص المناسب اللي تكمل معه حياتها، الشخص اللي يحبها ويصونها ويحقق لها الحلم بأنه يصير عندها ولد. هيفا، أنت ما حبيتي ولا تزوجتي، مشان هيك صعب إني أشرح لك. هيفا، حماك، يمكن أنا صعب أفهم التفاصيل اللي حكيت لي عليها والمتعلقة بحب وزواج وهيك قصص، بس تعرف شو هو الأصعب؟ الأصعب إنك تفهم إنه قلبي الضعيف ممكن بيوم من الأيام يكون أقوى قلب بالعالم إذا حب، وقديش مستعد يهزم المرض والموت إذا قرر يحب. بس الحب حق علينا، وأنا ما رح أحرم حالي هذا الحب إذا لقيته بدربي. رح أتحدى. أنا بحبك. بس اللي قلتيه ما له علاقة بالزواج.